راجل هندي اسمه نيراش كاكار كان بيدرس إدارة أعمال، وبعد ما اتخرج اشتغل في شركة كوكاكولا لمدة 8 سنين وخد فيهم خبرة كبيرة قوي في صناعة المشروبات. بس كان حلمه إنه يكون رائد أعمال، وعشان كده ساب شركة كوكاكولا سنة 2009 وفتح شركة وسماها هيكتور بافريجز مع مجموعة من الشركاء، وأنتجوا مشروب بروتين وسموه فريسيا. بس للاسف مبيعاته كانت ضعيفه جدا لدرجه ان هم وقفوا انتاجه بعد فتره قصيره قوي من انتاجه. نيراج ما استسلمش، وسنه 2011 انتج مشروب طاقه وسماه تيزنجا، وكان سعره ارخص بكتير من الماركات العالميه المنافسه وحقق مبيعات كويسه. بس بعد فتره المبيعات ابتدت تقل لحد ما وقفت خالص. نيراج والشركاء اللي معاه وصلوا لحاله احباط شديده جدا، وقرروا ان هم يقفلوا الشركه ويفضوا الشراكه. وفي اجتماع من اجتماعاتهم لاحظ نيراج ان في واحد من الشركاء معاه مشروب شعبي اسمه امبانا كان عامله في البيت. وهنا فكر نيراج ليه ما يكونش في السوق مشروب جاهز بالنكهات الشعبيه التقليديه زي التمر هندي. وبدات فكره بيبر بوت اللي اتاسست سنه 2013، وكانت بتنتج المشروبات الشعبيه الهنديه كلها كمشروبات جاهزه، وحققت نجاح كبير جدا لدرجه ان سنه 2024 عملت ايرادات 70 مليون دولار. اكتبوا لنا في الكومنتات لو الفكرة دي اتطبقت في مصر ايه المشروبات اللي تحب تشوفها بالاسواق. سلام.